محاضرة تانية. ثواني. يلا. شايفيني ولا عارفيني ولا انا مش عارف انتوا ايه تبعي؟ تلاقيكم قاعدين بتضحكوا دلوقتي. لا هم كل ده ممكن يكونوا شافونا؟ لا بس هم بيبقوا معانا يعني متابعين. اول ما بطلع من هنا بيبقى في اشاره. حاجات شغل الذكاء الاصطناعي والله العظيم. بص الناس اللي هم اصحاب البتاعه دي ناس بخله مش عارفين. هي بتتكلم عن العلاقه السببيه. بصوا تاني انا هنا هقف عند العلاقه السببيه واقول لك جاي سؤال امتحان وهنفرق ما بين الخطا المألوف والخطا الغير الخطا والخطر الغير او ان الخطا المألوف او الخطا الغير مألوف او العامل الشاذ والعامل الغير شاذ. يعني العامل المألوف والعامل الشاذ. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ بص انا عندي عامل مألوف وعامل غير مألوف. العامل المألوف ده يا جماعه اللي هو عادي حاجه عاديه. لولا اللي انت عملته بص تاني لولا اللي انت عملته ما كناش وصلنا للحاله اللي احنا فيها دي. فانا قبل ما احل القضيه انا عايز اقول القضيه بتتكلم عن ايه الاول واقول لك برضو انها نفس القضيه ولكن بص استنى. طب تعالى نقرا الاول هنا. بص القضيه بتصير رابطها ايه؟ سببيه اللي هي تعتبر رابطه سببيه قائمه بين السلوك والايه؟ والنتيجه. متى ايه؟ كانت سلوك ايه؟ صالحا لاحداث الايه؟ متى كان صالحا لايه؟ وفقا للمجرى الايه؟ العادي للامور. فاذا دخلت عوامل ايه؟ اخرى. عوامل اخرى اللي هي ايه؟ شاذه غير مألوفه لاحداث نتيجه. فنفرق بين ايه؟ والعامل الايه؟ فالعامل المألوف لا يقطع والعامل الشاذ تمام. طيب استنى. طب تعالى عند القضيه. تعالى على القضيه ركزوا. ها بيقول لك ايه؟ تحولت اشاره المرور من اللون الاحمر الى الايه؟ يعني ايه؟ خلاص هنسير هنمشي. الاحمر يعني نقف. الاخضر يعني ايه؟ هنمشي. تمام. ومع انطلاق السيارات بالسرعه المعتاده. يعني ايه السرعه المعتاده؟ العاديه. تمام. تجاهل احد الايه؟ يعني في خطا منه ولا مفيش؟ ها ورقد مسرعا لقطع الطريق فصدمه ايه؟ ولي بسيارته حيث لم يتمكن من ايقاف السياره في اللحظه المناسبه لانصراف انتباهه عن الطريق لبرهه ايه؟ مما اسفر عن وفاه المجني عليه. فيسأل الف ايه؟ ايه؟ لان في عامل شاذ ولا مش عامل شاذ؟ بس عايز اقول لك على حاجه. استنى بس عليا ثواني. استنى. هنا بيقول لك ايه؟ لا يعتبر الجاني ايه؟ مسؤول عن وفاه مين؟ يبقى انت خلي بالك لو المجني عليه خطا المجني عليه استغرق خطا الجاني. خطا المجني عليه استغرق يعني على عن خطا الجاني. تاني لو خطا اسمع رابطه السببيه. لو خطا المجني يوسف لو خطا المجني عليه على عن خطا الجاني هنا يعتبر العامل عامل ايه؟ شاذ يقطع العلاقه الايه؟ اهو. فلانقطاع الرابطه السببيه بين السلوك والايه؟ يدخل عامل ايه؟ شاذ. ايه هو؟ خطا مين؟ او ان خطا المجني عليه قد وبناء عليه محكمه النقد قالت ايه؟ خطا المجني عليه لو كان استغرق خطا الجاني وبالتالي يقطع فلا يسأل القائد عن الوفاه. انما ممكن يسأل عن خطا. لو هو مع ايه؟ لا خلاص بقى ده مبدا تاني بس انت ما تكتبوش. تمام. انا بقوله لك بس عشان احل لك الفرق. بس هو ما طلبش مني إيه هو يسال عن ايه. هو قال لي يسال ولا يسال؟ لا يسال. ما قاليش يسال عن ايه. ثالثه اقول لك يسال عن ايه. اولى اقول لك ايه يسال ولا لا يسال. بس طيب بص هنا. بص لو نفس القضيه ولكن لم يكن هناك خطا الايه؟ المجني عليه. يعني خلاص هو لسه في الاشاره الحمراء ها وبيعدي السكه راح المتخلف معدي خبطه. لا المتخلف معدي ايه؟ خبطه. في الحاله ديت ايه؟ لا تقطع الرابطه الايه؟ سببيه ويعد السائق او الجاني مسؤولا. بس تاني قضيه تانيه. استنى. دفاع شرعي. دكتور خدناها واخدنا دي 10. اخدنا دي ايوه كده اخدنا ماشي ما علينا. يلا عدينا. الحلوفه بتاعتي اللي عملت دي نسينا براس عجل ولا عجل ولا هو تذكر ولا انت ما تفهميش. عملت ليه كده يا منى؟ كنا بنحل انا وندى واسر دخل حل معايا. قالت يا ياسر
اسف ده طب انت ما بتطقهوش وقايله لي ان انا ما بطقش الولد ده. ما هو والله قايلها بلساني. ما ما عندكيش مبدأ. هو ده دخل طيب. انا كنت بتفرج عليه عامة انا يعني عامة انا بكره اكتر اللي بص صلي على النبي. خلاص يا رضوى ركزي ركزي. هطلع سيبيها بص صلي على النبي. بص يا ملك صلي على النبي. بص يا ابو حميد هيقلدني بيلعب ثواني بقى. بص صح هنا انا عندي حاجه اسمها قصد الايه؟ الاحتمالي. القصد الايه؟ يلا يا جماعه القصد الايه؟ يعني ايه القصد الاحتمالي؟ يعني انا عندي درجه من درجات التوقع فيساءل. يساءل ده الراجل اللي داخل في وسط الايه؟ المظاهرات. فبيقول لك القصد الاحتمالي اضعف اتصالا بالايه؟ من القصد الايه؟ القصد المباشر عايز اقتلك. انما القصد الغير مباشر اللي هو القصد الاحتمالي هو بص بحيث يفترض درجه من درجات العلم ده في الايه؟ في المباشر ولكنه ادنى من القصد الايه؟ الاحتمالي وهي درجه الاحتمال وقبول النتيجه والتسليم بها ولذلك يتوفر القصد الجنائي ويساءل الجاني عن جريمه ايه؟ عن ايه؟ ولذلك استنى قبل ما تقرا التطبيق يقول لك ايه؟ تعمد. خلي بالكم من كلمه تعمد. خلي بالكم استنى حاله الضروره. حاله الضروره من تسبب عمدا ومن تسبب خطأ. خلي بالك من تسبب عمدا لا يتمسك بحاله الضروره، من تسبب خطأ يتمسك بحاله الايه؟ الضروره. بالله عليكم ركزوا. بالله عليكم ركزوا. بالله عليكم ركزوا. ها فاحنا هنا بنقولوا ايه؟ ها فدسس له السم في الايه؟ بمنزله الذي يعيش فيه بمفرده. استنى عايش ايه؟ عايش ايه؟ تمام. على الرغم من ايه علمه بتردد صديقه. يعني عنده توقع ولا ما عندوش توقع؟ عنده نتيجه محتمله ولا مش نتيجه محتمله؟ عنده نتيجه محتمله ولا ما عندوش؟ طب استنى لو لم يعلم هنغير الحكم. انما لو يعلم هيتحكم عليه. لو لم يعلم انا عايز اقول ايه؟ هو يسأل عن صديقه ولا لا يسأل عن صديقه؟ هو كده يسأل عمدا. بالله عليك ركز. يسأل عمدا عن ايه؟ عن صديقه اللي قتله، عن الشخص اللي قتله في المنزل. انما صديق الشخص المقتول يسأل عنه عمدا ولا لا يسأل عنه عمدا؟ ما دام يعلم يبقى يسأل عنه عمدا. ما دام لم يعلم لا يسأل عنه ايه؟ عمدا. اهو بثلاث صديقه ابراهيم عليه كل ليله الا انه لم يأبى. يعني ايه؟ ما خافش. لذلك وما أن حل إبراهيم ضيفا على حسن حتى قدم له الطعام المسموم دون علمه فتناول إبراهيم إيه؟ الطعام. تعالى هنا بقى. ولذلك مجدي يعلم بإيه؟ بأن إبراهيم يتردد على إيه؟ ويعلم إنه من الممكن أن يتناول إيه؟ فلذلك يسأل عن جريمة قتل إيه؟ خلي بالك. ما يسأل كده عن الأول. كده القصد مباشر. إنما إحنا هنا عن القصد الإيه؟ الاحتمالي. خلي بالكم القصد الايه؟ يا جدعان القصد الايه؟ والنبي القصد الايه؟ جماعه اهم حاجه تطلع مبدا القضيه الاول. طلعوا مبدا القضيه الاول. اهم حاجه مبدا القضيه الاول. اهم حاجه مبدا القضيه الاول. اهم حاجه مبدا القضيه الاول. طب تعالى معايا هنا في الدفاع. تعالى بقى معايا. بص القضيه دي رقم كام يا يوسف؟ رقم كام يا شباب؟ بص القضية بتقول ايه؟ واحد الله. بص المبدأ 12 ماشي. المبدأ بيقول ايه؟ المبدأ بيقول ايه؟ استنى بقى. المبدأ بيقول لك شروع في ارتكاب الجريمة. استنى ولكي يتوافر الدفاع الشرعي لابد من توافر شروط تتعلق بالخطر. طب ايه ده؟ المبدأ شروع ودفاع شرعي؟ ازاي انت بتتكلم بتقول ايه؟ بص اهدى بس عليا. بص صلى على النبي. وبناء عليه الشروع هو البدء في التنفيذ. اهدى بس عليا. الشروع هو البدء فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة. تمام. بس استنى انا بدأت في التنفيذ ولكن الجريمة لم بدأت ولكن الجريمة ايه يا ندى؟ انا بدأت ولكن الجريمة طب بص اللي هيحصل ايه؟ وعلى ذلك ويشترط لمساءلة الجاني عن الشروع لابد من البدء في التنفيذ
واتمام الجريمه بسبب خارج عن ارادته، بسبب خارج عن. بص القضيه بتقول ايه؟ قرر ولي سرقه فيلة احد الاثرياء، ركز معايا ها، احد الايه؟ الاثرياء، فاعد لذلك حبلا كي يتسلق به سور الفيلا، وتوجه ليلا الى مكان قريب من الفيلا، وبعد مراقبته لحركه المره اللي ماشيين وقيمه بالتسلق سور الفيلا سمع اذان الفجر فاستيقظ ضميره. استنى بقى، هو خلي بالك هو حط اعمال تحضيريه، عمل اعمال ايه؟ تحضيريه. تمام. وقرر عدم اتمام الجريمه بعد ما عمل الحبل وكله، وخطط له والعوده الى منزله، لكن القدر لم يمهله. استنى، هو عدا العدول ايه؟ اختياريه ولا اضطراري؟ يبقى احنا فقدنا انهي شرط؟ بدء التنفيذ ولا عدم اتمام الجريمه؟ عدم اتمام الجريمه. ها، لسبب داخل ارادته ولا خارج؟ يا ابني اسمك ايه؟ ماشي يا جورج. ها، ممتاز جدا، ممتاز. بص استنى، لكن القدر لم يمهله حيث لاحظه غفير الايه؟ الفيلا، اللي هو ممكن يقوم بالدفاع الشرعي عن ايه؟ عن السرقه، اللي هو عن النفس او نفس الغير، عن المال او مال. خلي بالك عشان كده انا قلت شروع وايه؟ ودفاع. شروع وايه؟ شروع وايه؟ بص بقى اللي هيحصل ايه منه. تمام. وبعد نزوله واثناء مغادرته قام بطرده وتسليمه لقسم الشرطه. طب استنى، هو الغفير ليه حق في الدفاع الشرعي ولا ملهوش؟ عن ماله ولا مال الغير؟ ماله ومال الغير. تمام. ولذلك بص، ويعتبر الجاني. بص بقى، هات لي التطبيق وبص المطلوب ايه؟ ما تقدم في وقائع فما مدى مسؤوليه سي. هو ما قالكش دفاع شرعي ولا قال لك بطيخ ولا عناب ولا تمر هندي، انما قال لك ايه؟ ها، بص، ويعتبر الجاني قد بدأ في ايه؟ يلا، بدأ في الايه؟ وقام وبالتالي توفر العنصر الايه؟ الاول، بينما لم يتوفر العنصر الايه؟ الثاني، اللي هو العدول الاختياري. تمام. وانما لسبب ارادي خاص نابع من نفسيه خالصه، عندما سمع الاذان واستيقظ ضميره وهو خشى من العقاب الالهي، وبناء عليه لا يسائل الجاني عن جريمه شروع في السرقه، لان العدول عدول ايه؟ اختياري وليس ايه؟ اضطراري. امسح لي دي. تمام. واكتب لي في الاخر: ويحق للغفير الدفاع الشرعي عن مال مين؟ الغير. بس دي اللي كانت مقصود ان انا كنت معدلها طبعا، بس الحلاليف اللي معايا ما شاء الله عليهم حاجه جميله قوي، بحبهم في الله. طبعا القضيه دي انا مش هحلها، عارف ليه؟ تعالى، عشان احنا حليناها قبل كده، حليناها كذا مره، بس انا ماشي يا عم. تمام. قلت ليه؟ نحلوها بالمره. تعالى بص، صلي على النبي. تعالى هنا، بيقول لك ايه؟ هو الشرط اللي احنا هنتكلم فيه او المبدا اللي احنا هنتكلم فيه. بص انا بدات لك بايه؟ ها، مدى توافر حاله ولكي تتوافر حاله الدفاع الشرعي. عندي شروط خطر وشروط وشروط. طب شروط الخطر عدم بس هل بص هنا عندي 3 معلومات عارفينهم ايه؟ ها، الخطر المشروع لا يجوز الدفاع امامه الا في حاله التجاوز. ها، وايه؟ واللي لديه مانع يجوز قدامه ولا لا يجوز؟ طيب واللي لديه عذر يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. تمام. طب وحلول الخطر لابد ان يكون الخطر تمام، لان لو انقطع هيكون ده انتقام. طب ويشكل الخطر جريمه من جرائم نفس وبعض اللي هي ذكرت على سبيل الايه؟ الحصر. تمام. وشروط الفعل اللي هو اللزوم والايه؟ وخلي بالكم من حدود او قيود الدفاع الشرعي اللي احنا قلنا بتاعت مأمور الضبط القضائي والقتل العمد. تمام. تعالى هنا، يشترط لقيام حاله الدفاع الشرعي عدم مشروعيه الفعل الذي يتولد عنه الايه؟ الخطر. ولذلك اذا كان الفعل يهدد، ايه يا جماعه؟ اذا كان يهدد، بص بعد اذنك يا كفيل سجل لهم العباره دي عندك برضو. ها، اذا كان الفعل يهدد ايه؟
خطر مشروع تنتفي حاله الايه؟ كما في القيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ امر ايه؟ صاحب القبض على متهم لا تكون حاله الايه؟ بالقبض على المتهم لا تكون حاله الدفاع الشرعي، وكذلك يحظر ايه؟ خلافا للقواعد الايه؟ اذا تجاوز بحسن حدود ايه؟ وظيفته. احنا عندنا يكون له ايه؟ واحد وايه؟ يكون حسن النية وايه؟ ولا يخشى افعاله. او جراح بريء. جميل قوي. مش هقول له ولذلك. ما حدش يقرا، ما حدش يقرا التطبيق. اوعى تقرا التطبيق. انا عارف انا بعمل ايه. تمام؟ ما تقراش التطبيق. تمام؟ بص اذكر حكم القانون اثناء مرور مأمور الضبط القضائي بداية اختصاصه لتفقد حالة الامن العام وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون. حلو. دي حاجة. واحد، قام باستيقاف ولي اللي عنده كام سنة؟ 19 والذي كان يمر مصادفة في طريق العمل التحري والكشف عن الحقيقة ونظرا لتشابه ايه؟ اسم ولي الثلاثي مع اسم احد المحكوم ايه؟ عليهم. تمام؟ بعقوبة السجن المؤبد. اهو فقد قام بالقبض على مين؟ على التمهيدا لتنفيذ الايه؟ لكن الف لام عمل ايه؟ عمل ايه؟ اعترض بشده واكد لمأمور الضبط القضائي ان هو ما ارتكبش جرائم ورفض اتباع تعليماته بالترجل والركوب بالسياره، وحين قام احد افراد قوه الموافقه لمأمور الضبط القضائي يشيل حركه وليد محاولين اقتياده الشرطه، فان وليد عمل ايه؟ قام بالتعدي مستخدما احد الاحجار الملقاه في الايه؟ طيب هنا بقى تعالى معايا. هو الراجل مأمور الضبط القضائي ده ليه حق ولا ملهوش؟ كده دي حق. هو في دفاع. انت هتكتب له شروط الدفاع. شروط الخطر وشروط ايه؟ الدفاع. طب استنى بس عليا. وعندنا هنا دخل في حته مأمور الضبط القضائي. الراجل حسن النيه ولا مش حسن النيه؟ لا صفه ولا ملهوش؟ عمل افعال استنى بس، عمل افعال يخشى منها الموت؟ لا. الجراح البالغه؟ لا. هو كل اللي طلبه ايه؟ خلي بالك ده غير الراجل اللي كان بيعمل عمليه جراحيه. ده ماشي هخاف. غير اللي ضرب نار على المتهم او المحكوم عليه، ماشي خاف. انما هنا ولذلك بقى ملك، ولذلك هنا بقى بص اقرا هنا. ايه رايك في الكلام ده؟ وبالرغم من ان الفعل غير ايه؟ هو غير ايه؟ لان لام ليس هو ايه؟ حلو قوي. يعني العمل غير مشروع. طب جميل قوي. بس استنى، احنا فقدنا الشرط. ورغم فقد الشرط ان انت محظور عليك مقاومه مين؟ اهو ويحصل دفاع شرعي في هذه الحاله نظرا لحسن نيه مين؟ وعدم التخوف من الموت او ايه؟ لذلك تسأل عن مقاومه ايه؟ السلطان. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ طيب بص القضيه اللي جايه. بص اللي جايه. صلى على النبي. 14 لحظه. قبل ما اقول القضيه دي تعالى معايا كده همليك حاجه بسرعه. استنى اكتب لي كده عندك. نركز في السؤال ده. نركز في السؤال ده. لحظة عشان اجيب بس اللي انا عايزه. بص لحظة اكتب كده. تكلم عن الرقابة على شرعية. تكلم عن الرقابة على شرعية النص التشريعي. تكلم عن شرعية النص التشريعي. تكلم عن شرعية الرقابة على شرعية النص
التشريعيه. اكتب الرقابه الشكليه والرقابه الموضوعيه. الرقابه الشكليه والرقابه الموضوعيه. الشكليه من حيث صحه صدور القانون او اللائحه. من حيث صحه صدور القانون او اللائحه واتباع الاجراءات الشكليه. خلاص، يبقى احنا اول حاجه عندنا رقابه ايه؟ شكليه. عايزين القانون يكون صادر من سلطه تشريعيه مثلا يعني، ويكون توفرت فيه شروط الصحه، ويكون فيه اغلبيه، وهكذا يعني. شروط ايه؟ صحه. يكون اتبعنا شروط الايه؟ الصحه. ان يتوفر شروط الايه؟ الصحه. ان يتوفر شروط الايه؟ الصحه. اما الرقابه الموضوعيه، ها ايه هي الرقابه الموضوعيه؟ اللي هي الرقابه، يا جماعه الصوت بقى، وهي الرقابه على اللائحه او القانون عند التطبيق. عند التطبيق. ان هو الرقابه على اللائحه او القانون عند الايه؟ التطبيق. تمام. هو انا قصدي ايه هنا؟ انا يعني بتكلم في ايه يا جماعه؟ انا بتكلم هنا بقى واحنا بعد ما طلعنا القانون واتبعنا الاجراءات والصحه، هل القانون ده يتطبق صح ولا ما اتطبقش صح؟ لان لو ما اتطبقش صح ممكن احكم بعدم الدستوريه، او القانون لو لقيته مخالف احكم بعدم الدستوريه. لو لقيته بيخالف قانون اخر احكم، لو لقيته بيخالف الدستور احكم بعدم الدستوريه. تمام. انقل على اللي بعده. ما هو معيار التفرقه؟ ما هو معيار التفرقه بين الجرائم الوقتيه والجرائم المستمره؟ الجرائم الوقتيه والجرائم المستمره. معيار التفرقه بينهما هو الزمن. معيار التفرقه بينهما وهو الايه؟ الزمن. وبناء على ذلك فاذا استغرقت وقتا يسيرا فدي الجريمه ايه؟ ما ماشي، انا عارف ان انا هعطيها لكم من سنه اولى. والله العظيم يبقى في اسئله، في اسئله، والكلام ده هي دي استراتيجيتي. انا بيبقى في اسئله من عام، من سنه، ببقى شارحها من قبلها بسنه، والله ببقى بعطي لك معلومات عنها كامله عشان اريح بالي في السنه اللي بعديها. وهو ده اللي انا ببقى عامله للناس اللي ان شاء الله بتكون سنه معايا، اللي انا باخدها معايا في سنه ثالثه، نفس الكلام بنفس الطريقه. تمام. يبقى احنا عندنا الجرائم الوقتيه اللي هي بيبورها ايه؟ يسيره. بيبورها ايه؟ يعني وقتها قصير. يعني مثلا قتلتك دلوقتي فانت مت دلوقتي خلاص. اما ما هي يعني زي القتل مثلا، اكتب كده زي القتل، زي السرقه. بس في حاجه، ما هي الجرائم المستمره؟ الجرائم المستمره التي تستغرق وقتا طويلا كحيازه مخدرات، اللي بتستغرق وقت ايه؟ طويل، زي حيازه الايه؟ المخدرات. تمام. قشطه كده. فالعبره ايه؟ العبره اكتب كده، فالعبره في الحقيقه هو الزمن. تمام. العبره في الايه؟ في الزمن. فجريمه القتل بحسب الاصل هي جريمه ايه؟ يلا بقى ما تقوليش مؤقته، وقتيه. وقتيه. زي مثلا يعني مثلا خلي بالكم يا جماعه، بصوا احنا لغويا اتمنى ان شاء الله دي اللغه بقى انا بهتم بيها في سنه ثالثه. بمثال هقول لكم حاجه، في فرق ما بين تقول في نفس الوقت وفي الوقت ذاته. خلي بالكم انا يعني انا بستخدم في سنه اولى
وتانية الالفاظ الايه العاديه اللي هي الشعبيه اللي احنا اشتغلنا عليه. لكن في سنه تانية ثالثه انا بهتم بقى باللغويات. يعني مثلا تلاقيني على مدار الشرح بدل ما اقول لك في نفس الوقت هتلاقيني ايه اقول لك في الوقت ذاته. لان ايه الفرق؟ معلش انا ديت عشان خاطر هقول لك حاجه دلوقتي. ايه الفرق؟ الفرق في ايه؟ ان انا لما اقول لك في نفس في نفس الوقت يبقى انا علقت النفس على الوقت. يعني خليت النفس هي الوقت. انما لما اجي اقول لك في الوقت ذاته يبقى انا اتكلمت عن الوقت نفسه، ما اتكلمتش عن النفس. ودي عباره تغير معنى كامل. زي دلوقتي كده الجرائم المستمره، الجرائم الوقتيه هي الايه؟ القتل. هي الايه؟ القتل. طب مثلا نفترض ان انا قتلت ضربتك بالنار بس انت ما متش في ساعتها، هي تعد الجريمه جريمه ايه؟ وقتيه؟ لا، تعد جريمه ايه؟ مستمره. جريمه ايه؟ مستمره، يعني عشان طالت ايه؟ وقتها. وصلت؟ طيب بص اكتب كده ما الفرق بين ماشي ما الفرق بين الجرائم البسيطة والاعتياد. تبقوا تقرأوا يا جماعة الكلام ده عشان تضيفوا شوية معلومات. أنا كاتب لك أمثلة كتير. ندى يا جماعة أنا كاتب شوية أمثلة هنا. تمام؟ القطل من هنا يا جماعة، أنا عايزكم تلقطوا. القطل. ماشي بقى القطل اقرا هتضيف شوية معلومات تانية. تمام؟ بص ما الفرق بين الجرائم البسيطة والاعتيادية والمتتابعة؟ ايه الفرق بين البسيطة والاعتيادية والمتتابعة؟ الجرائم البسيطة يا سواد اسود سعيد اكتب كده الجرائم البسيطة هي الجرائم البسيطة هي الجرائم التي يكفي فيها توافر فعل واحد. الجرائم البسيطة الذي يكفي فيها توافر فعل واحد. أما الجرائم الاعتيادية هي التي تتطلب فعلين. يبقى البسيطة فعل واحد، الاعتيادية فعلين. أما الجرائم المتتالية أو المتعاقبة أو المتتابعة، أما الجرائم المتتابعة هي الجرائم التي تتحقق النتيجة بسلوك واحد. بمعنى أن كل سلوك يشكل جريمة. يلا اكتب السؤال بتاع الامتحان. سؤال الامتحان هي بقى دي اللي جايه دي. انا كل الهري ده على الكلمتين اللي جايين. لا يوجد اختلاف. خلاص بقى وقفوا هنا بقى. اقفوا هنا بقى. لا يوجد اختلاف بين الجريمه متتابعه الافعال وجريمه الاعتياد. السؤال دوت لو جه، السؤال ده لو جه، السؤال ده اجتهاد وخلي بالكم منه. اتقال في المحاضره بين الجريمه المتتابعه وجريمه الاعتياد. جريمه المتتابعه وجريمه الايه؟ الاعتياد. واحده واحده. اكتب كده الاجابه خاطئه. الاجابه ايه؟ خاطئه. لان جريمه الاعتياد محتاجه تكرار ايه؟ افعال. محتاج تكرار ايه؟ افعال وتكرار السلوك. يعني عملت سلوك ثم سلوك كالربا الفاحش. قضيه الربا الفاحش محتاجه ايه؟ سلوك اكثر
من مره، ما ينفعش مره واحده تدي ربا واعمل لك جريمه. يبقى لازم تقوم باكتر من ايه؟ من سلوكين، من فعلين، عشان تكون ايه؟ جريمه. عشان تكون ايه؟ جريمه. دي اسمها المعتاده، جريمه الاعتياد التي لا يكفي قيامها الفعل ايه؟ واحد. اما جريمه المتتابعه الافعال، متبعة الأفعال، وهي الذي تقوم بسلوك واحد. بس صلى على النبي. سؤال واتسأل في المحاضرة بالتمنان. رزقكم، هو رزقكم. بص الجريمه دي، بص السؤال ده هنا يقول لك ايه؟ متى تكون جريمه الحريق تامه ومتى تقف عند حد الشروع؟ امتى الحريق يكون؟ ما تكتبش بقى انت ماشي، اللي معاه المذكره ما يكتبش. يا ملك، امتى جريمه الحريق تكون تامه وامتى تقف عند حد الشروع؟ مهم. هام تمام. مش ده السؤال الهام يا جماعه، السؤال هيبقى مربوط بحاجه. هحط لك كذا فكره، ممكن يجيب لك القتل، ممكن يجيب لك كذا 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 كذا. المهم ان انا حطيت لك ايه؟ فكره واحده. بص، يلاحظ ان جريمه الحريق تعد جريمه ايه؟ بمجرد وضع النار ودون اشعاع. دون اشعاع. الجريمه تكون جريمه ايه؟ الجريمه تكون جريمه ايه؟ بمجرد وضع، ولو نشأ الحريق ولم يتسبب عنه ايه؟ يعني ايه اللي انت عايز تقوله لي؟ انت بمجرد ما حددت البتاعه وولعت ما اذتش حد، تعتبر الجريمه جريمه ايه؟ تامه. تعتبر الجريمه جريمه ايه؟ حتى ولو كان من قصدك قتل الاخرين، تعتبر الجريمه جريمه ايه؟ تعتبر الجريمه جريمه ايه؟ وخلي بالك دي جريمه اموال. دي جريمه ايه؟ اموال. دي جريمه ايه؟ اموال. بل لو انطفت النار قبل ان تنشا ايه؟ حريق. شفت الكلام ولا يا احمد؟ الجريمه تعتبر تامه حتى ولو لم تشعل النيران، بمجرد وضع البنزين، حتى ولو لم تشعل النار. طب اشعلت النار وما اصابتش حد، برضه جريمه تامه. يا جدعان امتحان، بقول امتحان. الحريق يعتبر جريمه تامه حتى ولو لم تشعل النار. طب اشعلت ولم تصيب، حتى لو لم تصيب احد، لو لم تشعل جريمه تامه، لو لم اشعلت ولم تصيب حد جريمه ايه؟ تامه. يا جدعان خلي بالكم، يجيب لك اي بص ويفسر ذلك بكون النتيجه التي يفترضها النموذج القانوني. النتيجه احنا اخذنا بالنموذج المادي ولا النموذج القانوني؟ نموذج مادي ولا في المدلول النتيجه؟ مدلول النتيجه مادي ولا قانوني؟ مادي ولا قانوني؟ احنا عندنا يا جماعه في النتيجه، عندي ناس قالت لك احنا ناخده بالمدلول المادي الركن المادي، وناس قالت لك بالنتيجه. تمام. احنا اخذنا باني ايه؟ انهي نموذج؟ النموذج المادي ولا القانوني؟ القانوني. تمام اهو. وهي وضع الايه؟ وليس الاحراق، وبالتالي فمجرد يحقق النتيجه الاجراميه وتقوم المسؤوليه عن جريمه ايه؟ تم. خلي بالكم من السؤال ده. طيب تعالى معايا. لا ما جاش. اسمع اللي جاي. اكتب فيه تباين صور العدول الاختياري بحسب نوع الشروع. الشروع كما كنا
وكما تحدثنا على عينك يا تاجر بيقول لك ايه؟ هو على نوعين. عندك شروع ناقص وشروع تام، وتختلف صور العدول الاختياري تبعا لنوع الايه؟ شروع. انا عندي شروع ناقص وشروع تام، شروع وشروع وشروع. الشروع الناقص هنفهمه دلوقتي، اصبر انا لسه بقاوم. ففي حاله الشروع الناقص اللي هو الايه؟ حيث يكون الجاني قد بدأ في الايه؟ دون ان يكمله، يبقى خلاص، يبقى ده الشروع. تمام؟ يتخذ العدول الاختياري صورة التوقف الايه؟ يتخذ صورة التوقف عن اتمام الايه؟ يلا قرر معايا عشان هعملها لك ومش هتفهمها الا بالطريقه دي. ها اللي هو عن اتمام ايه؟ وفي هذه الحاله الشائعه في العدول الاختياري كما لو انتوى الجاني القتل فوضع الايه؟ الذخيره وصوابه الى الايه؟ وقبل ان يضغط على الزنات عمل ايه؟ تراجع بايه؟ بارادته ولا واحد هو اللي شال ايده؟ بارادته ولا واحد شال ايده؟ بدأ في التنفيذ ولكن لم يكتمل لسبب داخل ليه؟ لارادته. تمام؟ وقبل ان يضغط بمراحل يسيره. تمام؟ فعلى ذلك. اما في حاله الشروع الايه؟ التام. ايه اللي هو التام؟ اللي هي الجريمه الخائبه. الجريمه الايه؟ وهنتكلم فيها استنى. فان الجاني قد يكون ايه؟ بص ازاي؟ صلى على النبي. وحلو الله. صوبت عليك النار. رحت راجع في كلامي. ده اسمه مشروع ناقص. صوبت عليك النار. صوبت عليك النار. ورحت راجع في كلامي. ده اسمه مشروع ايه؟ ناقص. تمام؟ اسمع بقى. انما ان انا ضربت كده وضربت النار ما جاتش فيك لسبب خارج عن ارادتي، لسبب خارج. تمام؟ وبص هنا يقول لك فان الجاني قد انتهى من ارتكاب الفعل ولكن لم تتحقق الايه؟ ويذهب بعض الفقه الى ان العدول الاخر غير متصور في هذه الحاله. يا ابن اللعيبه يعني انت عايز ايه؟ انا عايز اقول لك العدول في الاختياري لازم افرق ما بين نوعين الشروع، الشروع التام والشروع الناقص. خلي بالكم من السؤال ده، بالتمنى. انا عندي كام نوع من الشروع؟ كام؟ لكام؟ مش سامع يا جماعه. عندي ايه؟ جورج ناقص وايه؟ وتام. بص يا ابن عمي، الناقص هو اللي ممكن يكون في عدول اختياري، انما التام لم يكن به عدول اختياري. لان اصلا هو النتيجه لم تتحقق بسبب خارج عن الارادة. ايه يا احمد؟ بالله عليكم اللي مش فاهم يقول ايه؟ تمام؟ اكمل. بص ولكن الراجح ان العدول الاختياري متصور في هذه. بص استنى. يبقى يذهب بعض الايه؟ الفقه الى ان العدول غير، خلي بالك، غير. يبقى تعالى هنا استنى. تعالى هنا لم يكن به ايه؟ عدول ايه؟ وفقا لرأي مين؟ رأي الايه؟ الفقه. رأي الايه؟ لم يكن بها عدول ايه؟ يا جدع ما تكرر. لم يكن بها عدول ايه؟ بص ولكن الراجح. تعال نكمله. بص يقول لك ايه؟ ولكن الراجح ان العدول الاختياري متصور في هذه الايه؟ الحاله وصلته قيام بافساد اثر سلوكه فاذا كان قد رصاص على المبني فعلا ومن ثم ندم. استنى بقى عليا عشان الكلام ده يعني ايه هننتقدوه. بص ان هو ضرب النار ما جاتش فيه. ايه ده انت بتضربني؟ ده انا اخوك يا محمد. فهو ضرب. هو ايه؟ ضرب بس ما جاتش فيه. ثم ايه؟ راح منزل الطلقه كده السلاح كده وقال له خلاص مش هقتلك. وفقا للراي الراجح قال لك ينفع فيه ايه؟ عدول. ينفع فيه ايه؟ عدول. طب تعالى نكملوها. بص وهنا ومن ثم ندم على فعله فصرع الى ايه؟
اسعاف المبني عليه الى اقرب وتمكن من انقاذه من موت، فان ذلك منه معلش فان ذلك منه يعد ايه؟ عدولا ايه؟ عن اتمام الايه؟ وبالتالي يعفى على الشروع، ولكن ذلك لا يمنع من عقابه على ما شكله من سلوك جرائم اخرى جريمه الايذاء الايه؟ البدني، انما مش هيتحاسب عن شروع في قتل، انما هيتحاسب عن ايه؟ عن ايذاء ايه؟ عن ايذاء ايه؟ عن ايذاء ايه؟ وفقا للراي الراجح. استنى هكمل بقى. تعالى معايا. ايه ده؟ بص تعالى معايا ولا يوسف. عايزين فكرة العدول الاختياري في الشروع. هنفرق ما بين ايه يا يوسف؟ شروع ناقص وشروع ايه؟ تام. خلاص كده كده الناقص فيه ايه؟ في عدول. خلاص يا جماعه اركنوها على جنب، دي مش مشكلتي يا جماعه. انا مشكلتي هنا. لا، لازم نفرق ما بين الفقه وما بين الراجح. قال لك هنا في ايه؟ لم يكن به عدول. يالا لم يكن. اما الراجح قال لك ايه؟ به عدول. وهقول لك مثال. ده صوب السلاح وضرب وندم. وندم. طب هنا يتحسب على ايه؟ يتحسب على شروع؟ لا ده خلاص بيه عدول اختياري. يتحاسب على السلوك والعمل. يتحاسب على السلوك اللي هو ايه؟ عمله. تمام. لازم تقرا السؤال ده كويس جدا. هيدربك على كذا موضوع. انا هنا شامل كذا موضوع يا جماعه، مش موضوع واحد. تمام؟ تعالى هنا. والمثال الشائع في السؤال في صور العدول الايه؟ وفي اطار الشروع الايه؟ او الجريمه الايه؟ وهو قيام الجاني باعطاء المبني عليه ايه؟ بقصد ايه؟ باعطاء ترقيا ايه ترقيا؟ يعني حاجه تفسد السم. بالله عليكم بشرح فنيات. ان هو يديله ايه؟ حاجه تعالج الايه؟ السم. يعني ندم ولا ما ندمش؟ ندم. يفسد اثر السم فلا تتحقق الايه؟ الوفاه. وهنا لا يسأل الجاني عن شروع، انما يسأل عن ايه؟ عن اعطاء مواد ضاره. اعطاء ده تيجي تعطوا له المتمثل في افساد اثره ومع ذلك ايه؟ ممتاز جدا. وقف ثواني. ارجع. استنى. لعبة بسيطة. القسم الثاني. ايه ده بقى عليا بقى؟ انا هاخد من اول هنا 51. تاني بقى. القسم الثاني. يلا. اسمع اللي جاي. بص بيقول لك ايه؟ انا عندي حاجه اسمها جبر. يعني ايه جبر؟ يعني عقوبه اشد تجب عقوبه اخرى. هقول لك مثال. يعني مثلا انا واخد 10 سنين سجن مؤبد، 10 سنين سجن مشدد، واخدت بعديها ايه؟ ولا بلاش كده؟ لا اسف. معلش خلاص. اخدت 10 سنين ايه؟ مشدد، وكنت واخد قبليها سجن يا يوسف. تاني انا كنت واخد ايه؟ كنت واخد ايه؟ سجن. كنت واخد ايه؟ سجن. ثم اخدت 10 سنين ايه؟ خلي بالك. بص لو المشدد اللي جاي الاول وبعد كده السجن لا يجاب. لازم يكون انا واخد ايه؟ سجن ثم اخدت ايه؟ 10 عشان يجيب العقوبه. يعني ايه يجيب؟ يعني اعمل جمع. يعني مش هتحاسب على السجن. خلاص هتحاسب. انت واخد مثلا 3 سنين هنا، خلاص هنلغي 3 سنين وتاخد كام؟ 10. بص هنا يقول لك تجب عقوبه السجن المؤبد او المشدد بمقدارها مدتها كل العقوبات الايه؟ الزونه بتاعتك مزولاني قوي.
ماشي يا يوسف، ناخدوها تاني يا يوسف. في ايه؟ بيقول لك هنا ايه؟ ركزوا على كلمه العقوبه الايه؟ المؤبده والايه؟ والمشدده. ولازم تكون العقوبه دي جت بعد العقوبه الصغيره اللي هي مدده. كل عقوبه مقيده محكوم بها وقعت ايه؟ قبل وقعت ايه؟ يا جدعان لازم يكون، بص تاني، انا عندي مشدد وعندي ايه؟ مؤبد. عندي مشدد وعندي ايه؟ لازم اكون انا عشان العقوبه المؤبد والمشدد تشيل الصغيره لازم تكون الصغيره جايه قبل الكبيره. تاني لازم يكون الصغيره جت ايه؟ لازم يكون الصغيره قبل الايه؟ لازم يكون الصغيره قبل الايه؟ تاني لازم يكون الصغيره قبل الايه؟ بمعنى لازم يكون المؤبد او المشدد جاءت بعد الايه؟ العقوبه الصغيره. اهو يقول لك وقعت قبل ايه؟ لازم يكون العقوبه او كل عقوبه مقيده محكوم بها لجريمه وقعت قبل ايه؟ الحكم بالسجن المؤبد او الايه؟ زي سجن، حبس، دولت تجاب بيهم العقوبات دي. بمعنى قال لك يقصد بالجب استغراق او استيعاب عقوبه الايه؟ العقوبه لعقوبه ايه؟ اخرى، بحيث يكون تنفيذ احدهما تنفيذا في الوقت ايه؟ نفسه للاخرى. وقد بينت هذه الماده حين نصت على ايه؟ على انه تجب عقوبه الايه؟ السجن المؤبد والسجن الايه؟ روشتني برجله ها بالازاي؟ ها بالايه؟ بالايه؟ بالمشاهده. مش عايز اروش حد، اقعدوا براحتكم بس محدش يروشني. تمام؟ بص ماشي هز كمل بس اهم حاجه ما تكونش باين. تمام؟ المؤبد والايه؟ والمشاهد. بيقول لك بمقدار مدتها كل، والله جاي بكره امتحان، والله جايه والله جايه والله جايه. جنب العقوبه جايه والله جايه والله جايه، شايفها اهو. جايه اهو، ها مقيده للحريه محكوم بها لجريمه وقع قبل الحكم بالسجن المؤبد والايه؟ اهو. فالجب قاصر على العقوبات السالبه، ماليش دعوه بالاعدام. الاعدام لا، انا بقول مشدد وايه؟ ومؤبد جاءت بعد العقوبه بالسجن او الحبس. تمام؟ فانا هنا يا ولاد رزقكم فلا تجب عقوبه الاشغال الشاقه عقوبات ايه؟ اخرى بالاشغال الايه؟ الشاقه. يعني المشدد ما يجبش المشدد، ولا المؤبد يجب المشدد، مفيش. ولا المشدد يجب بسبب المؤبد، لا، المشدد والمؤبد لا يجب. عباره المؤبد والمشدد لا ايه؟ لا يجب، سواء جه قبل. انا عندي اللي يجب حاجه واحده بس، السجن والحبس بس. تمام؟ فلا تجب عقوبه الايه؟ السجن عقوبه الايه؟ الحبس، ولا عقوبه السجن او الحبس عقوبه الاشغال الايه؟ الشاقه. وترجع العله في تقرير كذا خلاص. تمام؟ تعالى على اللي بعده. اذا حكم بالسجن المؤبد او اولا، تمام، ثم ارتكب المحكوم عليه التي حكم عليه بالايه؟ بالسجن او الايه؟ او الحبس. واخد بالك انهي اللي جاي الاول؟ ايه اللي جاي الاول؟ المؤبد. طب هل هنا في جب؟ لا برضه لا. هتقول له نفس الكلام اللي انا قلته فوق، هتقول له نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق بنفس الطريقه اهو. قشطه الكلام؟ خد اللي بعده. بص، الافراج الشرطي. جماعه الافراج الشرطي لا يعتبر افراجا نهائيا يا جورج، لا يعتبر افراجا ايه يا ملك؟ نهائيا يا ندى والنبي، لا يعتبر افراجا ايه؟ نهائيا، بل انه ان انت لسه على ذمه السجن. ولكن احنا شفناك راجل محترم فقلنا لك خد بعضك وايه؟ وتوكل على الله، مش عايزين منك حاجه. خد بعض بس. بص في شروط. هو يجي مثلا يمضي يجي يمضي مثلا كل يوم، حسب بقى حسب الاجراءات اللي. بس خلي بالك، هي دي صاحب مين صاحب السلطه هنا؟ السجن ام القضاء؟ لا السجن. السجن مدير عام السجون. ايوه مدير عامل السجون اهو. ليس حقا للمحكوم عليه، وانما هي سلطه ايه؟ من سلطات اداره الايه؟ التنفيذ العقابي، اللي هو مدير مصلحه السجون، وليس حقا للمحكوم ايه؟ يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك الافراج الشرطي ليس سببا لانقضاء العقوبه. هو مش سبب لانقضاء العقوبه، العقوبه لا تنتهي الا بانتهاء مدتها. يعني خدت 5 سنين، طلعتك بعد 3 سنين، انت عليك 2 سنين، غلطت هتتحاسب. تمام؟ طيب هنا
وتبقى قائمه وايه وتظل ايه سريه طوال مده العقوبه، يعني تظل العقوبات التبعيه والحرمان من بعض المزايا تظل موجوده. ازاي؟ يعني انت مثلا مالكش حق انتخابات، لو عليك جريمه جنائيه مش هتاخد حق، مالكش حقوق السياسيه، محروم منها، هتظل محروم منها لمده ايه؟ لحد ما تخلص. تمام؟ او الافراج الشرطي ليس ايه؟ ويمكن اهو ويعني يمكن الغاء وعودته لاستكمال المده اذا ثبت ايه؟ ماشي. اللي بعده خد اللي جاي. العود، وهو ايه؟ العود هو يعتبر سبب من اسباب التجديد. العود سبب من اسباب التجديد، ده غير التخفيف او العذر التخفيفي. العذر التخفيفي ممكن يكون قانوني او ايه؟ قضائي. القانوني ملزم يا جماعه، القانوني ملزم وذكروا المشرع على سبيل الحصر، انما القضائي هو سلطه ايه؟ تدريب. يعني مثلا انت راجل طالب، راجل محترم، مالكش سوابق قضائيه قديمه، فالقاضي بدل ما يديلك 3 يديلك سنه ويمشيها معاك، عذر مخفف. انما هنا لو طفل صغير عذر قانوني. لو واحد دخل على مراته لقاها بتزني عذر قانوني. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انما هنا العود هو بيقول لك العود هو سبب من اسباب التجديد. لازم تكون بص عشان بص استنى عشان تعتبر. عارف السؤال بتاع الامتحان انهي؟ سابقة عودة ولا لم تعد سابقة عودة؟ امتحان ولا شباب نركز. هل تعد سابقة عودة ام لا تعد سابقة عودة؟ جدعان بص، السؤال ده افرموه، يجيبوا كده احنا كده. بص انا عندي عشان يكون سبب من اسباب التجديد عندي شرط لازم يتذكر اللي هو الحكم السابق. 2 ارتكاب جريمه جديده، يبقى حكم سابق وجريمه حكم وجريمه حكم وجريمه مش سامع حكم كله مع بعض، حكم وجريمه حكم وجريمه. بص استنى الحكم السابق لازم يكون صادر من محكمه مصريه، ما ينفعش يكون محاكم اجنبيه عشان يكون سبب للايه؟ العوده. يبقى لا يعد سابقه عوده اذا كان محكوم عليك من محكمه اجنبيه. مش ليس مصريه. المحكمه ليس ايه؟ مصريه. بص الشرط الثاني يقول لك ان تكون جنايه او ايه؟ يعني ما ينفعش تكون مخالفه. لا تعتبر سابقه عوده اذا كان صادر عليك احكام مخالفات. تمام؟ بص وان يكون صادر بايه؟ وليس تدابير احترازيه. التدابير الاحترازيه لا تعد سابقه ايه؟ انا خلي بالك كل واحده انا بعمل عليها سؤال وحلو في نفس الوقت. ركزوا يا جماعه بالطريقه دي. بص هنا وهنا مش خلاص اي حد يبقى عارف ان هو يجب ان يكون الحكم صادر ايه؟ قد صار ايه؟ بات. يعني ايه بات؟ مش نهائي لان النهائي ده يعني الحكم قابل للطعن سواء بالاستئناف او بالنقض. الحكم قابل للايه؟ للطعن. اما كلمه بات يعني صار ايه؟ نهائي. صار ايه؟ نهائي. تمام؟ هنا يا جماعه السؤال ده جاي هنا بقى ده يا جماعه ده يا جماعه ده انا خايف منه. انا خايف من حاجتين. ثواني انا هرجع لده بس تعالى بس نقرا دي. ثواني انا هرجع لده بس تعالى نقول الشرط الثاني. ارتكاب جريمه ايه؟ جديده. تكون جنايه او ايه؟ تكون جنايه او ايه؟ يعني الجريمه الثانيه لازم تكون جنايه او وعايز هنا دي برضه سؤال امتحان. تمام استنى هنا سؤال امتحان وادعوا لي العيال بتوع سنه اولى طالعين بيزغرطوا اهو هاي اهو هنا الشرط ده وهنا الشرط ده. تمام؟ بص وبشأن تعال استنى لا
مش هينفع. اكتب كده عندك. ما يعد سابقة عودة وما لا يعد سابقة عودة. ما يعد سابقة عودة وما لا يعد سابقة عودة. ما يعد سابقة عودة. حبيبي ربنا يخليك، شكرا جدا ليكم والله، انا بشكر الجروب كله والله، شكرا. ها، ما يعد سابقة ايه؟ عودة وما لا يعد سابقة عودة. ما يعد سابقة عودة وما لا يعد سابقة عودة. ما يعد سابقة ايه؟ عودة وما لا يعد سابقة ايه؟ عودة. اكتب عندك كده، اكتب كده صاحبي. ما يعد سابقة عودة. ما يعد سابقة عودة. العفو عن العقوبة فقط. العفو عن العقوبة فقط. ركز يا جورج. لا يعد سابقة عودة. لا يعد سابقة عودة. لا يعد سابقة عودة. استنى آسف، هو أنا قلت يعد؟ إحنا بدأنا بيعد يا جماعة. ما يعد سابقة عودة. يعني تعتبر سابقة عودة، يعني يعتبر عائد. هقول استنى مني، ما تحاوليش تفهمني إلا لما أخلص السؤال. تمام. ما يعد إيه؟ يعني يعتبر سابقة إيه؟ عودة. يعني هيكون سبب للتجديد. هيكون سبب للإيه؟ للتجديد. بص، لو أخدت عفو عن العقوبة، عفو عن العقوبة وليس عفو شامل، أخدت عفو عن العقوبة وما أخدتش عفو شامل، تعتبر سابقة عودة لو ارتكبت جريمة. أنا هقول لك إزاي لا يعد سابقة عودة دلوقتي. تمام؟ طيب، سقوط العقوبة بالتقادم. سقطت العقوبة بالتقادم. سقطت العقوبة بالتقادم. أو بس اكتب لي الحالة دي لوحديها وسيب لي تحتها فاضي. أو وقف تنفيذها إذا ارتكبت الجريمة الجديدة أثناء مدة الوقف. هقول تاني، وقف تنفيذها إذا ارتكبت الجريمة الجديدة أثناء مدة الوقف. إذا ارتكبت الجريمة الجديدة أثناء مدة الوقف. بعكس إذا كان وقف التنفيذ بدأ وانتهى. بعكس إذا كان وقف التنفيذ بدأ وانتهى، فذلك لا يعد سابقة عودة، وإنما ما ارتكب أثناء مدة الوقف يعتبر سابقة إيه؟ عودة. يعتبر سابقة إيه؟ عودة. تمام؟ وبناء على ذلك ما لا يعد سابقة عودة. البتاعة ديت تقراها قبل ما تدخل الامتحان. تقراها قبل ما تدخل الامتحان. تقراها قبل ما تدخل الامتحان. العود وألفاظه ومصطلحاته خلي بالك منها. تمام؟ أما ما لا يعد سابقة عودة وهو العفو الشامل، عطالك عفو شامل وعملت جريمة جديدة، جناية أو جنحة، ما تعتبرش سابقة عودة لأن زالت آثار الجريمة. اللي هو أنهي؟ العفو الشامل. رد الاعتبار، كان عليا جريمة ورديت اعتباري. العفو الشامل. رد الاعتبار. وقف التنفيذ اللي بدأ وانتهى. ركز يا بسان. العفو
الشامل، رد الاعتبار، وقف التنفيذ اللي بدأ وانتهى، أو صدور قانون جديد يبيح الفعل ما لا يعد سابقة عودة. كل ده لا يعد سابقة عودة. وقف التنفيذ اللي بدأ وانتهى، أو صدر قانون جديد يبيح الايه؟ الفعل. جماعة كل الحالات دي تزيل آثار الجريمة، ما تعتبرش سابقة ايه؟ عودة. لا تعتبر سابقة ايه؟ عودة. يعني لا، حتى لو ارتكبت جريمة جديدة لا يشدد عليك. يعني لو القاضي صدر حكم على موكلك في حالة من حالات العفو الشامل بحجة انه هو في سابقة عودة، قول له لا، من عاد لا يعود في حالة العفو الشامل. يعني ما تشددش عليه يا سيدي القاضي. ليه ما تشددش عليه؟ لانه هو كان واخد عفو شامل، والعفو الشامل يزيل اثار الجريمة القديمة، فما تشددش عليه. لا يعد سابقة ايه؟ عودة. لا يعد سابقة عودة. ده كان واخد وقف التنفيذ وانتهت مدة وقف التنفيذ، لا يعد سابقة عودة. ها طب صلى على النبي. بص عندك يقول لك ايه؟ خلاص جناية او جنح مخالفة، لا تمام. يقول لك ايه؟ ان تكون الجريمة الجديدة مستقلة عن الجريمة السابقة. هقول لك مثال. انت مرتكب جريمة قديمة، تمام؟ يعني ارتكبت جريمة اهو، جريمة، تمام؟ وجيت وانت في السجن رحت عامل هروب. جريمة ولا مش جريمة؟ جريمة. بس استنى، هي الجريمة دي مرتبطة بالجريمة دي ولا غير مرتبطة؟ هي مرتبطة ببعض. الاثنين لم يكن مستقلين. ركزوا على المثال ده. لم يكن ايه؟ مش مستقلين. دي الجريمة دي مرتبطة بدي، فلا تعد الهروب. استنى، الهروب لأول مرة لا يعد سابقة عودة، وإنما الهروب لثاني مرة يعد سابقة عودة. اصحى للكلام. يعد سابقة في ايه؟ عودة. يعد سابقة ايه؟ ممتاز جدا يا جماعة، الله أكبر عليك. الله أكبر عليك. ركزوا عشان البتاعة ديت مش هتنزل. ركزوا. ممكن يقول لك ايه؟ من آثار، يعني بحيث تمثل وسيلة للتخلص من آثار الجريمة الايه؟ السابقة، زي الايه؟ أو الهروب من الايه؟ دي جريمة مرتبطة ولم تكن جريمة ايه؟ مستقلة. خلي بالك اللي يجيب لك إيه؟ مثل ارتكاب تزوير للهرب من جريمة ايه؟ أو مثال الهروب من التنفيذ الايه؟ حكم الايه؟ السابق. تمام؟ طيب ممتاز جدا. نكمل قضايا. ناخد كام قضية في القسم الثاني؟ تعالى بص، عندي حاجة اسمها صغر السن. ماشي؟ عندي حاجة ايه؟ يلا روح، ما تستنيش الفيديوهات دي تنزل ولا تطلبيها. اسمع الكلمتين دول. بص، أنا عندي حاجة اسمها صغر السن. صغر السن، هو صغر السن بيبدأ من الميلاد حتى السابعة، ومن السابعة حتى ال12، ومن 12 حتى 15، ومن 15 حتى 18. كل واحدة ليها فكرة معينة. تمام؟ احنا هنا في أول حالة أنا عندي أقدر أقوم معاه بإجراءين: تسليم وإيداع في مستشفى متخصصة. تسليم وإيداع في مستشفى متخصصة. تسليم وإيداع في مستشفى متخصصة. طب ما بقول لك إيه؟ عشان أظبطك في الحتة دي، تعالى عشان أظبطك في الحتة دي وما نتعبوش مع بعض، ويكون الكلام كده منتهي بالنسبة لنا من غير ما تروح تذاكرها، تبقى أنت عرفتها وخلاص. يعني إن أنا عرفتها لك. تمام؟ بص، اكتب كده عندك: صغر السن كمانع من موانع المسؤولية. صغر السن كمانع من موانع المسؤولية.
من الميلاد حتى السابعة إجرائين. من الميلاد حتى السابعة هنعمل معاه إيه؟ إجرائين. أما التسليم وأما الإيداع في مستشفى متخصصة فلا يساءل جنائيا. لا يساءل إيه؟ جنائيا. دكتور ايه تاني معلش؟ تاني من كام؟ من الميلاد لكام؟ للسابعة. للسابعة. هنقوم بكام إجراء؟ اتنين. أما تسليم يا إما تسليم يا إما إيداع. بس إيداع في مستشفى مش دار رعاية، مش دار رعاية، مش دار رعاية، فهو لا يساءل جنائيا. إذا ارتكب جناية أو جنحة. طب من السابعة حتى ال 12 اكتب كده عندك، اكتب كده عندك 4 إجراءات: توبيخ تسليم، توبيخ أو تسليم أو إيداع في مستشفى متخصصة أو إيداع في دار رعاية. يبقى خلي بالك، توبيخ وتسليم. التسليم اتعاد في المرحلة اللي فاتت، تمام. ثم إيداع في مستشفى متخصصة، دي اتعادت تاني، تمام. أو إيداع في إيه؟ في إيه؟ في دار رعاية. دي 4 إيه؟ حاجات. فالمسؤولية مش مسؤولية جنائية، المسؤولية مسؤولية اجتماعية. المسؤولية مسؤولية ايه؟ اجتماعية. المسؤولية مسؤولية ايه؟ طب انقل على اللي جاي. متوقع امتحان. من اول اللي جاي متوقع امتحان. من اول اللي جاي متوقع امتحان. من اول اللي جاي متوقع امتحان. بي هحل 3 قضايا. بي هنحل كام قضية؟ 3. بي هنحل كام قضية؟ 3. اكتب عندك من 12 ل 15. بص، من كام؟ من 12 ل 15. لديه قدر من الإدراك. لديه قدر من الإدراك. لديه قدر من الإدراك. ففي حالة ارتكاب جناية أو جنحة. ارتكاب إيه؟ جناية أو إيه؟ أو جنحة. يساءل جنائيا ولكنها مسؤولية مخففة. يساءل جنائيا ولكن 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 مسؤولية إيه؟ وبناء على ذلك هناك 8 تدابير. في 8 تدابير مش هقولهم دلوقتي، مش عايز دي دلوقتي. عندي كام تدبير؟ 8. عندي كام تدابير؟ ثواني اقول لك سؤال الامتحان اللي هو التوقع يعني، تمام. بص، لا يجوز الجمع بين تدبيرين. ما ينفعش ان انا اجمع ما بين ايه؟ تدبيرين. ولا يجوز الجمع بين العقوبة والتدابير. ولا يجوز الجمع بين عقوبة وتدابير، تمام. وفي كل الأحوال ركز في اللي جاية. وفي كل الأحوال نركز هنا، لا يطبق عليه عقوبة ولا غرامة إلا باستثناء. لا يطبق عليه عقوبة يسير، لا يطبق عليه إيه؟ عقوبة أو استثناء أو غرامة باستثناء. لا يطبق عليه عقوبة أو غرامة باستثناء المصادرة، المعاينة،
اغلاق المحل، المصادرة المعاينة، شيلوا كلمة المعاينة، شيلها ده إجراء تحقيق. المصادرة، إغلاق المحل، إعادة الشيء لأصله. إعادة الإيه؟ الشيء لإيه؟ لأصله. دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ يبقى إيه الاستثناء؟ بص إحنا قلنا لا يطبق عليه إيه؟ عقوبة، لا يطبق عليه إيه؟ الواد ده اللي من 12 ل 15 لا يطبق عليه إيه؟ مش يا جماعة برضه ما برتاحش لو أنت مكرر السؤال. لا يطبق عليه إيه؟ إلا باستثناء مصادرة، إغلاق، إعادة. مصادرة، طب أسألك سؤال، يجوز الجمع ما بين تدبيرين؟ لا. يجوز الجمع بين تدبيرين؟ لا. جماعة الصوت بره، مش هكرر تاني، اللي جايه هتبقى بتزعل. نحافظ على نفسنا يا جماعة. بص أسأل السؤال تاني، هل يجوز الجمع بين تدبيرين؟ لا. قولها لي تاني معلش، أنا آسف. لا يجوز الجمع بين تدبيرين. إيه؟ لا يجوز الجمع بين تدبيرين. إلا استنى، إلا بص استنى اكتبها كده تاني. لا يجوز الجمع بين تدبيرين إلا هنقوله بقى لو ارتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم على التدبير الأول، إلا إذا ارتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم عليه. بعد صدور الحكم إيه؟ يعني اتحكم عليه بتدابير والولد الزبالة راح ارتكب جريمة أخرى. ارتكب جريمة وصدر عقوبة تدابير عليه وراح ارتكب ايه؟ جريمة. طب اسألك سؤال، لو ارتكب 10 جرائم ارتكب 10 جرائم ولسه ما حكمناش عليه ولا بتدابير ولا تدبير واحد وهو لسه في ظل الايه؟ المحاكمة، والولد ارتكب 10 جرائم، ينفع انزل عليه تدبيرين؟ لو ارتكب 10 جرائم 1000 جريمة احكم عليه بايه؟ تدبير واحد. طب امتى احكم عليه بتدبيرين؟ اذا ارتكب جريمه اخرى بعد صدور الحكم. شكرا. في واحده كمان، الواد اللي عنده 15 لكام؟ ل 18. مين ده بقى؟ انقل كده عنده، اكتب كده التدابير بقى، ما احنا نحفظوها، التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب والتاهيل، قلناها قبل كده هنقولها تاني. مش عايزين نحرق وقت، ما تكتبوش بقى انتوا عارفينها. تمام. الالتزام بالواجبات العامه، الاختبار القضائي، العمل للمنفعه العامه، الايداع سواء دار رعايه او مستشفى متخصصه. 8. طيب بص بقى، من 15 لكام؟ ل 18. اكتب كده يساء المسؤوليه جنائيه ولكن يحظر انواع معينه من العقوبات. يساء المسؤوليه جنائيه ولكن يحظر انواع معينه من العقوبات. يساء المسؤولية ولكن يحظر أنواع معينة من العقوبات. إعدام مؤبد مشدد، 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 إعدام وبناء عليه. لو اتحكم عليه بعقوبة محظورة، يعني واحد ده جاي امتحان، ده امتحان دي الحتة دي امتحان والله. أكمل. لو اتحكم عليه بعقوبة محظورة ننقل لإيه يا ندى؟ تدابير. ننزل درجة. هننزل درجة للتدابير، التدابير آخر حاجة. لو اتحكم عليه بعقوبة محظورة نعمل معاه إيه؟ ننزل درجة. لا هنشيلوها وننزل إيه؟ درجة للسجن. فلو اتحكم عليه بعقوبة محظورة يحكم عليه بالإيه؟ بالسجن. دي القضية اللي قدامنا. تمام. طيب لو اتحكم عليه بالسجن أصلا ننزل للإيه؟ للحبس أو استنى
بالحبس، اكتب الحبس. الحبس. والمده طبعا لا تقل عن 3 ولا تزيد عن كام؟ لا تقل عن 24 ولا تزيد عن كام؟ عن 3 سنين. ثواني بس استنى، ده انا بتكلم هنا عن الجنحه. طيب استنى، لو ارتكب عقوبه عقوبتها السجن، ننزل للايه؟ للحبس. طب الحبس هو حطوها ازاي؟ الحبس بقى هنا بقى مش 24 ساعه. ها؟ لا مش 24 ساعه، انما كام؟ 3 شهور و3 سنين، حد ادنى وحد اقصى 3 سنين. يلا واحنا ليه ننزل لو كده تانية مع ان هي مش من التحليل، ما احنا في ليله امتحان تحليل. لا خلاص خلصنا. ليه ديت؟ دي لا مش ليه، اسمعي فاهماني؟ لا بدون تحليل يا جماعه، خلاص خدوا احكام على طول. السجن من كام لكام ايه يا جدع؟ من 3 ل 15. ما تكتبش من 3 ل 15. انا هنا بتكلم يا جماعه عن حاله خاصه يا جماعه لصغير السن. صغير السن حاله خاصه، مالناش دعوه باحكامنا. احنا عندنا المؤبد والمشدد والسجن من 3 سنين لكام؟ من 3 سنين ل 15، والمؤبد لحد 20 سنه نظريا. قصدي نظريا مؤبد، انما عمليا 20 سنه. انما هنا بتكلم عن صغير الايه؟ السن، اللي هو لو ارتكب عقوبه، لو ارتكب جريمه عقوبتها السجن، يبقى نروح على الايه؟ على الحبس، اللي هو 3 شهور اقلها و3 سنين ايه؟ اعلاه. والايداع لو انا حطيته في ايداع حد اقصى كام؟ 10 سنوات. الايداع حد اقصى كام؟ الايداع حد اقصى كام؟ طيب وبناء على ذلك ركزوا في دي كده، لو ارتكب عقوبه محظوره يبقى سجن، انما لو ارتكب جريمه عقوبتها السجن يبقى حبس. طب لو ارتكب جنحه عقوبته تكون ايه؟ اما الحبس او احدى التدابير الثلاثه. اما الحبس او احدى التدابير الثلاثه، ودي سلطه الدليل للقاضي بقى. الحبس او احدى التدابير الثلاثه، اللي هو الاختبار القضائي، منفعه عامه، ايداع. استنى، ايداع، استنى، ايداع، خلي بالك، استنى، استنى. الايداع في الجنايه حد اقصى كام؟ سنه. كام؟ 10. طب الجنحه ايداع كام؟ 5. يبقى الايداع في الجنايه، الايداع في الجنحه. حلو الكلام. طيب هل يجوز ان الشخص ده يقف قدام محكمه الجنايات؟ ينفع؟ تاني، ينفع الشخص يقف قدام محكمه الجنايات لو مساهم في قضيه كبيره؟ ينفع يقف قدام محكمه الجنايات؟ لا. ها؟ في الاصل ايه؟ لا. بص، في الاصل لا يجوز ان هو يقف قدام محكمه ايه؟ في الاصل لا يجوز ان هو يقف قدام محكمه. الاصل لا يجوز ان هو يقف قدام محكمه. الاصل لا يجوز ان هو يقف قدام محكمه، ولكن يستثنى اذا كان اكبر من 15 سنه، وانما استثناء، ولكن استثناء يجوز اذا كان اكبر من كام؟ من 15 وكان مساهم في قضيه كبيره. واخيرا هنا بقى بص، قام زياد الذي يبلغ من العمر كام؟ 17 سنه. تمام. بسرقه الايه؟ العين بالايه؟ يعني دي جنايه ولا جنحه؟ جنايه. وتم ضبطه اثناء الايه؟ وقبل صدور الحكم بلغ زياد كام؟ هو العبره بوقت ارتكاب الايه؟ بلحظه ارتكاب الجريمه كان عندك كام سنه؟ 17. تمام. ووفقا للماده كذا فان العقوبه المقرره للسرقه بالاكراه هي الايه؟ السجن الايه؟ المشدد. صح ولا لا؟ صح. تمام. طيب صغر السن كاحد عوارض ايه؟ موانع المسؤوليه. تمام. وهذه القضيه تصير القضيه الطفل من 15 لكام؟ حلو قوي. تمام. وفي هذه المرحله يصير المسؤوليه ايه؟ ولكن محظور ان احنا ايه؟ نوقع عليه الايه؟ او المؤبد او الايه؟ والسجن فلو استنى بس، هو مش السجن بس، استنى احنا هنكمل، استنى. فلو الجريمه ايه؟ وكان يفترض تطبيق احد العقوبات الايه؟ المحظوره،
والعبره بايه؟ وقت ارتكاب الايه؟ وليس وقت. حلو قوي. تمام. فالتطبيق بيقول لك ايه هنا؟ زياد بلغ كام؟ وقت ارتكاب الجريمه في عمل معامله الايه؟ لان العبره وليس ها دي جايه امتحان. ها واذا العقوبه، واذا كانت العقوبه المقرره بالسرقه هي ايه؟ هي ننزل للايه؟ نستبدلها بعقوبه الايه؟ السجن. والعقوبه وغير التطبيق على زيد هي عقوبه الايه؟ السجن. وصلت؟ تمام. ها ايه الكلام؟ هقرا دي وخلاص. دي وخلاص. صلى على النبي. هما نفس الكلام، كلهم زي بعض. تمام. بس استنى، انا عندي حاجه اسمها مبدا الايه؟ حاله الضروره. مبدا امتى اتمسك بحاله الضروره وامتى لا استطيع ان اتمسك بحاله الضروره. حاله الضروره تمنع من المسؤوليه، بس امتى اقدر اتمسك بيها وامتى ما اقدرش اتمسك بيها. لو انا في حاله الضروره، انا ليه في شروط في حاله الضروره ما يكون. بص، اهم شرط ان انا ما اكونش ايه؟ متسبب في الايه؟ في الفعل. ان انا متسبب في الايه؟ ما يكونش ليا اراده عمديه في الفعل اللي حصل. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ بص، شروط الخطر وعندي شروط الايه؟ شروط الخطر وشروط الضرورة شروط الخطر وشروط الضرورة. الخطر لازم يكون ايه؟ يكون خطر ايه؟ واحد، ما يكونش بسيط، ما يكونش يسير، ما يكونش عادي، وان يكون الخطر جسيم يودد الايه؟ او نفس الغير، ما يكونش مائل. تمام. وان بس استنى، خلي بالك، جريمه الضروره ممكن تقع على مال، بس الخطر لابد ان يكون ايه؟ على نفس. الخطر يكون ايه؟ على نفس. بس الجريمه ممكن تقع على مال، بس الخطر لابد ان يكون على ايه؟ على نفس. وان يكون الخطر بخطر ايه؟ جسيم ايه؟ حال. ها استنى، هنا بقى والا يكون لاراده المتهم دخل في حلول الخطر. تمام. استنى، والا يكون هناك واجب قانوني هو ايه؟ لابد ان هو ايه؟ يتحمله. زي الراجل بتاع الاسعاف. الراجل بتاع الاسعاف انت لازم، اسف، بتاع الحريق، انت لازم يا عم، ده واجب قانوني. ما تقوليش ان انا اتمسك بحاله ضروره، ده واجب قانوني عليك. لو واحد بيتعدم وطلع يجري وقتل اللي بيعدمه، ده مش حاله ضروره يا حبيبي ولا دفاع شرعي، ده واجب قانوني. تمام. ولازم اللزوم والايه؟ والتناسب. تمام. يشترط لقيام حاله الضروره ان لا يكون لاراده المهدد بالخطر داخل في حلول الايه؟ شفت انا كتبت الشروط كلها ورحت واخد شرط وايه؟ وقال عليه تعريف. اخدت شرط وعملت عليه ايه؟ تعريف. تمام. تعالى هنا اسمع بقى ديت عشان نختم المحاضره. بص، دخل بكر وهو يقود سياره الى محطه الوقود مشعلا ايه؟ سيجارته، وهو لا يعلم انه بذلك يخالف قواعد الايه؟ الامان. وهو ايه؟ وهو ايه؟ وهو ايه؟ لقى بها على الارض وايه؟ يعني هو ليه دخل بس هو لا ايه؟ لا يعلم. وليه ايه؟ دخل في مما اضطر بكر للهرب بسيارته، واثناء هروبه اصطدم بايه؟ بعامل المحطه فاصابه بايه؟ بجروح. ايه المسؤوليه؟ بص المثال التاني. من يتعمد باحداث حريق في السينما او مسرح ثم يحاول النجاه بنفسه ويخرج ايه؟ ويدوس على احد الايه؟ الشيوخ. تمام. او الشيوخ. تمام. في طريقه ويقتله. او من يغرق ايه؟ عمدا سفينه ثم يضطر في سبيل ايه؟ الى قتل شخص زاحمه. تمام. خد اللي بعده. من يتسبب باهمال، بقصد ولا باهمال؟ بقصد ولا بدون قصد؟ الاهمال بدون ايه؟ قصد في حدوث حريق داخل الايه؟ المسرح. بص التطبيق. ما يا جماعه ما تثبتوا بقى، اهدوا شويه. ها تعالى هنا بقى، بص بقى هنا اذا اشعل الحريق ايه؟ ليس له الزعم بانتفاء مسؤوليته لارتكاب الايه؟ الجريمه، فيساءل. ها ولا توفر حاله الضروره ولا تنتفي المسؤوليه. طب استنى، ولكن الفقه يرى ان حاله الخطر الناشئه عن اهمال الشخص نفسه وليس عن فعله لا تمنع من قيام حاله الايه؟ يعني برضه يتمسك بحاله الضروره ولا يساءل جنائيا. طب استنى، تقوم حاله الايه؟ بشأن مين؟ بكر ولا يسأل ايه؟ طيب استنى، بص القضيه. من تعمد احراق الايه؟ اول ايه؟ استنى لا تتوافر في حقه حاله الايه؟ ويسأل ايه؟ عن مسؤوليه عن جريمه ايه؟ اما من تسبب بايه؟
بحدوث ايه؟ حريق باهمال يتمسك بحاله الايه؟ ويعتبر مانع من الايه؟ خلي بالك من الاجابه والصياغه. خلي بالك من الاجابه والصياغه. توكلوا على الله.